انت متخيل ان في ناس دفعت مليون دولار عشان تحضر نهائي كاس العالم؟ ده اللي فعلا حصل. من 10 مشجعين قرروا ان هم يدفعوا مليون دولار ويشتروا اغلى باقه في نهائي كاس العالم 2026، واللي كان سعرها وصل لمليون دولار للفرد الواحد. الناس دي كانت مفكره تقريبا ان هي تقعد جنب كاس العالم، او حتى ميسي يجي يصب لهم عصير بين الشوطين. مش عارف ايه تفكيرهم. لكن الغريب ان المكان بالنسبه لي مش مميز، هم بس قاعدين قدام، لكن قاعدين في مكان عادي جدا وعلى كراسي كمان عاديه تقريبا كده شاريينها من امازون، لا هي فاخره ولا اي حاجه، وكمان مفيش اي وسيله للامان. ممكن اي كوره وسهل جدا ان هي تتشاط تيجي في وشهم. وفي بعض الناس من العشرة دول اشتكوا الشركه المنظمه، ولكن الشركه المنظمه كانت بتغريهم وادتهم كمان هدايا كتيره جدا من القبعه اللي في الصوره دي. غريب جدا ان الواحد يدفع مليون دولار عشان يحضر نهائي كاس عالم ويحضر 90 دقيقه بس. لا وصلت ل 120. طبعا الاراء اختلفت جدا على السوشيال ميديا. في ناس اتريقت وقالت ادفع مليون دولار عشان اشوف المصور اللي واقف قدامي او حتى الكره تتشاط فيا زي ما قلت لكم. في ناس ثانيه شافت ان دي مش باقات في اي بي، دي باقات نصب ولكن بشياكه. لكن خليني اقول لكم ان الباقه اللي بمليون دولار دي ما كانتش بس لحضور نهائي كاس العالم ما بين اسبانيا والارجنتين، لكن كان فيها مزايا كتير جدا زي حضور حفلات وسينما وكمان كافيهات ومطاعم وكمان فنادق غاليه جدا. فانتوا بقى ايه رايكم في الموضوع ده؟ وقبل كده لو كنت حضرت ماتش فسعر التذكره كانت كام؟ وما تنساش تدعمني بلايك وفولو. بس كده ودي